الفرق عموما ما بين الاثنين دول حاجتين. النموذج العادي هو كأن انا بتكلم مع واحد، فانا بخش اقول لك على حاجه بيروح يجمع من البوينت اللي موجوده في الداتابيز يجيب المعلومات ويرد. لكن الار 1 او السينكينج موديل هي بتعمل ايه؟ هو مش موديل واحد اللي شغال، انت بتبعت لموديل اساسي ده الليدر، بيبدا بعد كده يبعت كذا موديل كل واحد فيهم يروح يجيب معلومه، وبعدين يجمع المعلومات دي كلها ويعمل لها فاليديت ويتاكد من كل معلومه هو جابها، وبعد كده هو يقول المعلومه دي هتطلع صح ولا لا، وينقي منها الاصح ويدي لك الاجابه عليها بناء على طريقه تفكير قبلها. فده بينفع في الحاجات التخطيطيه شويه او الحاجات اللي فيها بلاننج بوقت طويل. هي الموديل دي في ردها ابطا، ده طبيعي عشان بتاخد وقت انها تجمع بوينت من اكتر من طريقه. فلو انت مثلا بتعمل تاسكايه صغيره ما تستخدمش فيها السينكينج موديل، هيطلع لك نتيجه مش حلوه خالص لان هو هيعوم على الفاضي. لكن لو السينكينج موديل اديله مشكله، انا عملت 1 2 3 4 وحصل 1 2 3 4 وواجهني 5 و6، اتصرف ازاي؟